شاهد كيف كان رد الرئيس هواري بومدين على ملك المغرب لما هدده بشرب الشاي في الجزائر. في عهد الرئيس الجزائري الراحل بومدين، كان هذا الزعيم يجسد شخصية الجزائري الأصيل بكل معاني القوة والصلابة. ولد بومدين باسم محمد بخروبة، لكنه اشتهر باسمه الثوري هواري بومدين. تميز بشخصية جادة وصارمة، وقفت سداً منيعاً أمام أي تهديد لسيادة الجزائر واستقلالها، وهو ما جعله محبوباً ومهاباً في الوقت ذاته من قبل شعبه. كانت مواقفه الحازمة وقراراته الجريئة سبباً في بناء صورة لرئيس لا يقبل المساومة على كرامة بلاده، وهو ما جعل الجزائريين يشعرون بالأمان تحت قيادته. إحدى القصص التي تبرز هذه الشخصية القوية حدثت عندما نقلت الأنباء إلى بومدين أن الملك المغربي الحسن الثاني أدلى بتصريح استفزازي، حيث قال إن المغرب سيقوم بمسيرة ضخمة تتألف من مئات الآلاف من المغاربة نحو ولاية تندوف الجزائرية، وأنهم سيصلون إلى هناك ليشربوا الشاي. كانت هذه الكلمات تحمل في طياتها تحدياً صريحاً للسيادة الجزائرية، وقد أثارت قلقاً كبيراً لدى الكثيرين. لكن بومدين، المعروف بقدرته على تحويل التهديدات إلى فرص لإظهار عزمه، لم يكن ليقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه التصريحات. بادر بالرد بطريقة تعكس مزيجاً من الحكمة والقوة، قائلاً: إذا شربت الشاي في ولاية تندوف تلقاني قدامك ونعطيك شلاغم ديرهم نعناع. كان هذا الرد أكثر من مجرد كلمات، كان تحدياً واضحاً وصريحاً للحسن الثاني، يظهر استعداده الكامل للدفاع عن كل شبر من أرض الجزائر. بومدين لم يكن مجرد رئيس، بل كان رمزاً للشجاعة والإصرار في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر، التي كانت لا تزال تعاني من آثار الاستعمار الفرنسي وتواجه تحديات بناء الدولة المستقلة. كان بومدين الشخص الذي يعتمد عليه الشعب الجزائري في حماية الوطن وتحقيق أحلامهم بالسيادة والكرامة. رفضه للمساس بسيادة الجزائر لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان نابعاً من قناعة عميقة بأهمية الحفاظ على وحدة التراب الوطني. لم يكن بومدين يخشى المواجهة، لكنه كان يعرف أيضاً متى وأين يضع حداً للتهديدات. تصريحه للحسن الثاني كان رسالة واضحة للجميع بأن الجزائر لن تقبل بأي تدخل في شؤونها الداخلية، وأنها مستعدة للدفاع عن نفسها بكل قوة. هذا الموقف الصارم هو ما جعل بومدين يحظى باحترام واسع سواء داخل الجزائر أو خارجها. لقد ترك بومدين بصمة لا تمحى في تاريخ الجزائر، وكان اسمه دائماً مرتبطاً بالوطنية والكرامة. حاز على حب الشعب الجزائري واحترامه، لأنه كان زعيماً لا يساوم على مبادئه، وقائداً لا يخاف التحديات، ورجل دولة يعرف كيف يوازن بين القوة والدبلوماسية في أصعب اللحظات.